تعرف ان انت لما بتتزنق في فلوس بيبقى قدامك 3 حلول بس ملهمش رابع. اول حل بيكون قدامك انك تروح تاخد قرض بفايده، قرض ربوي. بس انت تفتكر ايات الربا، تفتكر قول ربنا عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وتفتكر ان دي حرب مع ربنا عز وجل، فاذنوا بحرب من الله ورسوله. فبتستغفر ربنا وتقول انا لو هاكلها بملح بس مش هحارب ربنا، تصرف نظر عن الحل ده خالص. تاني حل بيكون قدامك انك تشوف حد يسلفك او يديك قرض حسن، بس في الغالب مش هتلاقي. يعني قليلين قوي اللي بيسلفوا دلوقتي برغم فضل الثواب العظيم اللي في السلف، او يديك قرض حسن. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره. فبتعمل ايه بقى؟ تلجأ للحل الثالث. الحل الثالث هو انك تروح تشتري سلعه انت مش محتاجها، تشتريها قسط. وتعمل فيها ايه؟ تاخدها من الراجل قسط وتروح تبيعها كاش باقل من ثمنها، علشان تاخد السيوله في ايدك والفلوس في ايدك. هل ده جائز شرعا؟ تعال نشوف. قدامك حلين والله. اول حل انك تروح تبيع السلعه تاني لنفس الراجل اللي انت اشتريتها منه، بس تبيع له ايه؟ كاش بتمن اقل من ثمنها. وده شرعا لا يجوز، ده اسمه بيع العينه، وده في الشرع ربا. الحل التاني بقى انك تروح تبيع السلعه دي لحد تاني خالص غير اللي انت اشتريتها منه، تبيع له برده كاش بفلوس اقل عشان تمسك الفلوس في ايدك. هل ده جائز؟ والله عند جمهور العلماء جائز، وده اسمه تورق. والعلماء قالوا انه جائز لعموم قول ربنا عز وجل واحل الله البيع، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم باع الجمع بالدراهم ثم ابتاع بالدراهم جنيبا. فكده افضل حل عندنا ايه؟ هو الحل التاني انك تشوف حد يسلفك او يديك قرض حسن. طيب لو ما لقيتش ممكن تلجأ لموضوع التورق، بس ابعد عن الربا، ده حرب مع ربنا عز وجل. ربنا يسد عنا الدين ويغنينا من فضله. السلام عليكم.